كل شي سباجيتي اكلينه وعاملينه بكفّي، وهالسباجيتي اللي بصلصة البولونيز الإيطالية بكفّي تانية، لإني فعلًا كتير مميزة عن غيرها، وأنتم عم تاكلوها بتحسّوا السباجيتي فريش وطعمتها كتير بتختلف عن بقية أنواع السباجيتي. وأهم شي إنه تحضير صلصة البولونيز كلّه من مكونات البيت. شوفوا معي شلون عملتها. بطنجرة على النار قلّيت بصلتين كبار مفرومين كتير ناعمين، وحطيت تقريبا معلقة صغيرة من الثوم المهروس. ما في داعي أبدا نستنى البصل لحتى يصفر أو يحمر، مجرد دبل فورا بنضيف اللحمة المفرومة الناعمة. كمية اللحمة مثل ما أنتم بتفضلوا، بكل حالاتها رح تطلع طيبة. وأكيد ما بننسى بعد ما يتغير لون اللحمة وتقرب تستوي نضيف الملح والفلفل الأسود، وبعدين بنضيف فليفلة حمراء، فليفلة خضراء، وجزر، حبتين من كل نوع مفرومين كتير ناعمين، ومنحركهم لحتى يستووا. وبعد ما تستوي الخضار تماما بنضيف من 5 ل6 حبات بندورة كمان مقطعة كتير ناعمة. بنرجع بنملح ومنبهر، بس ما بننسى الأوريجانو، معلقتين كبار من الأوريجانو رح يعطوها طعم كتير طيب. وبس تغلي البندورة وتتعقد بنضيف 500 جرام من صوص الباستا. اي صوص باستا متوفر عندكم بيعطيها طعم كتير مميزه. وبنتركهم مع بعضهم على النار يغلوا 10 دقائق، وبهالاثناء بنسلق السباجيتي وبنجهز الجبنه المبشوره او الموزاريلا البيضاء. اللي بيميز سباجيتي بصلصه البولونيز انه بتتقدم بهي الطريقه، ما بنخلط الصلصه مع السباجيتي كلها، وبعد ما نحط الصلصه السخنه اللي عم تغلي نار وبنرش فوقها الجبنه، ويا عيني لما بتسيح الجبنه بحراره الصلصه والسباجيتي بتصير الطعمه طيبه لذيذه لذاذه غير شكل. لما رح تجربوها من اول لقمه رح تحسوا بفرقه عن بقيه انواع السباجيتي. جربوها وصحة وألف هنا يا رب.